عسلامة الناس الكل، ان شاء الله نهاركم طيب ونهاركم زين. اليوم جيتكم فيديو جديد باش نحضر معاكم طريقة تحضير مرقة خضار ولا مرقة الجلبانة. المرقة الجلبانة متاعنا باش نديروها يعني بالسبناخ والجلبانة والحاجات هذه الموجودة قدامكم. تقعد كان البطاطا هي في الاخر باش نحطها، يعني نقشرها كان كي نجي باش نحطها في الطنجره نتاعي هكا. علاش ما وريتها لكمش؟ باش نوريكم شنو الموجود عندي ونستحقوا للمرقه الخضار نتاعنا. عندي كميه السبناخ هذايا، كميه سبناخ راهو فريشكا ماهوش يكون جليه هذاكا. عندنا كميه الجلبانه، كميه الجلبانه راني مفصتها وحطيتها في الكونجيلاتير وخرجتها. عندي طريف اللحم العلوش، واللي يحب يضيف اللحم العلوش ولا اللحم الدجاج ولا المتوفر، ونجم نديروها حتى من غير اللحم اصل تجينا راهي بنينه. يعني طريقه المرقه الجلبانه هذه ولا مرقه السبناخ. عندي راس بصل متوسط الحجم، يعني لا هو صغير ولا هو كبير برشا. طريف معدنوس، مغرفتين متاع طماطم معجونه، مغرفه فلفل معجونه، كميه الملح على حسب الرغبه. هذه مغرفه متاع فلفل ما بين حلو وحار، مغرفة صغيرة هي كركم، مغرفة صغيرة هي فلفل أكحل، مغرفة كبيرة هي تابل وكروية ولا راس حانوت، كمية من هذه الثوم، وعندي شوية كمون وكعبتين طماطم هذونا باش نمكسيهم في المكسير، وقرنين فلفل أخضر هذاك باش نستحقوه يعني. وبالطبيعة باش نعملوا عندنا الزيت نباتي وعندنا زيت الزيتونة ونستحقوه ويعجبنا في الماكلة متاعتنا، هو اللي باش نحطوه. باش نتعدوا ان شاء الله يعني طريقتنا للتحضير وفرجه ممتعه للجميع. هذه الطنجره نتاعي باش نطيب فيها المرقه الخضار. ضفت فيها كميه الزيت، هذيك كميه الزيت، وراني باش نزيدها شويه زيت زيتونه، على خاطر كيما قلت لكم الزيت زيتونه ماذا بينا نهربوا على القليين، على خاطر يتحرق الزيت وما يكونش فيه منفعه. نضيفوه من بعديك. باش نضيف كميه البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذيك كميه البصل. في نفس الوقت راني باش نضيف اللحم، اللي يحب يضيف اللحم يضيف، واللي ما عندهاش يعني مش متوفر يعني يلغيه من طريقتنا لليوم للمرقه نتاعنا، يديرها يعني نتاع خضار بركه راهي تجي بنينه وصحيه في نفس الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. باش نضيف كميه الطماطم كما قلت لكم مغرفتين، ماهوش كالمقومين، راهم الطماطم عملتهم يعني مغرفتين يعني ماهوش مقومين. وحتى المغرفه الفلفل المعجونه ماهيش معبيه برشا. نحركوا كل شيء مع بعضه. في نفس الوقت الجلبانه نتاعنا باش نعصروا لها عصره نتاع قارص باش تقعد لنا اللون نتاعها مزيان، نخلوها تتقلى الطنجره نتاعنا. باش نضيف هذايا السبناخ. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه كميه الطماطم اللي رحيناها، زوز كعبات نتاع طماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. باش نخلوها تتقلى حتى هي معاك السبناخ. شفتوها في كميه السبناخ ما تبينش برشا وتجينا في البنه راهي روعه. خلطوا كل شيء مع بعضه، خلوها تتقلى بالكدا. باش نضيف الملح، كمية الكركم، باش نضيف شوية ماء. الماء نتاعنا ديما يغلي. بسم الله الرحمن الرحيم. في الاول رانا نضيفو شوية مش برشا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه كمية الفلفل كما قلت لكم.
باش نضيف الزيت الزيتونه. توكيه باش نمرق الطنجره نتاعي الكميه اللي حاجتي بها. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الكميه الماء باش نخلو الطنجره نتاعنا تطبخ بشويه بشويه حتى لين يطيب اللحم، ونرجع ان شاء الله يعني من بعديك نكملوا المرحله من بعدها ان شاء الله. كما قلت لكم في اول الفيديو قلت لكم عندي كعبات بطاطا ما حبش نقشرهم باش ما يحمروش يعني كي نقشروهم، باش نضيفهم توكيه. بسم الله الرحمن الرحيم. باش نخلي المرقه نتاعي تطيب بشويه بشويه، ونرجع ان شاء الله من بعديك نكملوا بقيه المراحل. رجعت لكم من جديد كما تشوفوا هذيك المرقه نتاعها كيفاش الشكل نتاعها راهي طابت في حقها. وخزروا لها كيفاش شكل الجلبانه نتاعنا، وخزروا لها كيفاش المنظر نتاعها راهي تقعد كما هي من غير من يتبدل اللون نتاعها. هرست الثوم باش نضيف الثوم نتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. نفوح هذه بالراس حانوت. عندنا شويه كمون وهذايا فلفل اكحل. هذه كميه المعدنوس. نضيف عليها هكا القرنين الفلفل ونغطي عليها ونتلقاو ان شاء الله يعني في الطبق النهائي. كيما تشوفوا حضر صحن التقديم هذاك الشكل نتاعها. نودكم ولا نشهيكم اكل رايحه واكل بنه ما نقولكمش كيفاش. واخزروا له كيفاش يعني بنه ومنفعه. عملت معاه خبز، هذايا خبز المطلوع ولا خبز المبسوط، هذايا خبيزات صغار. واخزروا كيفاش مزيانهم هكا الخبيزات باش نحل نوريكم الشكل نتاعهم من داخل كيفاش هشوشين. هكا المنظر نتاعهم راوي شهي من عجبه يعني طريقتي اليوم في يعني وعجبه المرقه هذه مرقه الخضار ولا مرقه السبناخ ولا الجلبانه، وعجبه الخبز هذايا ويحب على طريقه الخبز المطلوع ولا خبز المبسوط. يقول لي تو نهبط له يعني الفيديو هذايا، وان شاء الله تعجبكم طريقتي في المرقه الخضار وتنور رضاكم. ومن عجباته يعني طريقه اليوم ما ينساش يعمل لي جيم فضلا وليس امر. ونشكركم واحد واحد. ربي يفضلكم وربي يخليكم، وان شاء الله في الوصفه القادمه ان شاء الله. بسلامه.